أولادي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، جبت لكم النهاردة امتحان مسيحي الصف الثاني بتاعكم، بس محافظة القاهرة إدارة الزاوية التعليمية. عارفة إن في بعض المحافظات الباقية ما امتحنتش، بس حابة أقول لكم إن كله جه من المراجعة. نشكر ربنا اللي احنا راجعناها، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. متنسوش لو مشتركتوش تشتركوا وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان اللي ما امتحنوش من أصحابكم يمتحنوا أو يستفيدوا منه. السؤال الأول جه عبارة عن نقط اكمل. رقم 1: سلام أترك لكم نقط أعطيكم ليس كما يعطي نقط أعطيكم أنا. طبعا سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. رقم 2: من الأعماق صرخت، أو من نقط صرخت نقط يا رب يا رب نقط صوتي. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب اسمع صوتي. رقم 3: أما المعزي نقط الذي نقط الآب نقط. هنقول أما المعزي الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي. رقم ب بيقولك اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. من القائل العبارة ولمن قيلت؟ دي حليناها كتير جدا في المراجعة برضو. قائل العبارة هو بطرس، ولمن قيلت السيد المسيح. ممكن يجيلكم برضو من قائل ولمن قيلت اعطني لأشرب، قالها السيد المسيح للسامرية. طيب السؤال التاني جه لإدارة القاهرة، جالهم صح او خطأ. بس هنا ما جالهمش مع التصحيح يا شباب. خدوا بالكم لازم تقروا ضع علامة صح او خطأ امام العبارة. لازم تقروا في اخر السؤال، عشان لو قال لكم مع التصحيح دي عليها نص درجة لوحدها. طيب هنقول رقم 1 في صح وغلط. شفى السيد المسيح ابن أرملة نايين من مرضه؟ لا طبعا، هو أقامه مش شفاه. رقم 2: تكلم الرب يسوع على الصليب 7 كلمات. صح السبع جمل اللي قالها السيد المسيح على الصليب. رقم 3: في تجسد الرب يسوع اتحد اللاهوت مع الناسوت اتحاد كامل. طبعا صح، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. طيب رقم 4: مات السيد المسيح على الصليب ليحمل عنا الموت الجسدي فقط؟ لا، هو حمل الموت كله، الرباعي اللي احنا قلناه وراجعوا في المراجعة هتعرفوه. رتب الآيات. سر الله عظيم الجسد هو التقوى ظهر فيه، يبقى عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. السؤال الثالث بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الأقواس. مديلك كذا إجابة وتحت جايب لك الجمل ونقط. اللي بين الأقواس: الأبرار، بئر يعقوب، التوبة عن الخطية. رقم 1: تقابل الرب يسوع مع المرأة السامرية عند، هنختار طبعا بئر يعقوب. رقم 2: يقصد بالقيامة الأولى للإنسان، هنقول طبعا التوبة عن الخطية، هي دي قيامة الإنسان الأولى. عند مجيء الرب يسوع الثاني سوف يقيم نقط عن يمينه، طبعا هيقيم الأبرار عن يمينه والأشرار عن يساره. ب بيقول 3 معجزات تؤكد سلطان السيد المسيح على إقامة الموت. قلناها كتير قوي يا ولاد، اللي هي إقامة ابنة أرملة نايين، وإقامة ابنة يايروس، وإقامة لعازر. طيب السؤال الرابع بيقول عبر كيف تاب زكا إنه أعطى نصف أمواله للفقراء. آخر سؤال وصل من العمود ألف للعمود ب. العمود ألف جايب لنا بيقول الفداء، ولازم نشوف في العمود ب ايه اللي بيوازيها. جايب بعديها الصليب، وده معناه ايه في العمود ب. رقم 3 في العمود ألف اللي هي اللعنة، وبرضه هي عبارة عن ايه. والاحتمال، طب هنقول على طول بقى الفداء. هنقول الفداء هو إعلان لعدالة الله ومحبته للبشر. رقم 2 الصليب. الصليب هو رمز وفخر المسيحية. 3 النقطة 3 اللي هي اللعنة، هنقول هي حملها عنا سيد المسيح بصلبه. رقم 4 الاحتمال، هو من الدروس التي علمها لنا سيد المسيح على الصليب. طبعا يا شباب اللي ما اشتركش اشتركوا بقى في القناة من العلامة الحمراء اللي جنب اسم القناة، عشان بإذن ربنا هنزل لكم النهاردة او بكرة الصبح امتحان الرسم برضو بتاع القاهرة 2024، اللي هو امتحنوش السنة تانية اعدادي صحابكم، عشان وانتوا لسه ما امتحنتوش تعرفوه. الشرح بتاع المرحلة بتاعتكم بتاع الدين هتلاقوه في صندوق الوصف تحت اسم الفيديو. يعني هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو بتاع الشرح في سهم صغير كده جنب اسم الفيديو. لو دوستوا عليه هيفتح لكم الديسكريبشن، هتلاقوا فيه لينك اللي هو الشرح بتاعكم، شوفوه. وما تنسوش تكتبوا لي تعليقات، انا بفرح بيها جدا تعليقاتكم واشكركم عليها. ولو في سؤال واقف قدامكم اكتبوها لي في التعليقات، انا برد عليها كلها اول باول. بالنجاح يا ولاد، وما تنسوش تكتبوا لي انتوا جبتوا كام في الدين لما تجيبوها. وبالنجاح والتوفيق، ما تنسوش تصلوا لي. كانت معاكم مس رشا. باي باي.